السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاية تاني في حيرة تاني. هنطبخ النهاردة وسؤال كل يوم. استقريت النهاردة ان انا هعمل لهم غدا شعبي ان شاء الله. بس مش هعمل معاكم النهاردة غير الشكشوكة بس ان شاء الله لما اخلص الغدا هوريكم انا عملت ايه وايه بالظبط. مش حابه اطول بس عليكم، هعمل لكم وجبه الشكشوكه بس علشان طبعا النت ضعيف برضو عندي، وعلى ما الفيديو بيحمل بياخد وقت طويل جدا، فانا حبيت الفيديو يكون وقت قصير علشان يحمل بسرعه وافضل متواصله معاكم على طول. الشكشوكه هحتاج لها بس الحاجات البسيطه اللي قدام منكم دي. طبعا معايا طماطم مخرطاها كده رفيع زي ما انتم شايفين، وبصل كتير. الشكشوكه بتحب البصل الكتير، يعني اللي قدامكم دول بصلتين كبار او 3 صغيرين. وطبعا البيض على حسب الكميه اللي انت عايزه تعمليها. ومعايا اللي قدامكم برضو دوت ربطه كزبره كبيره بحالها، يعني ما نقصتش من الربطه حاجه، حزمه على بعضها. خرطتها كده زي ما انتم شايفين وغسلتها. يلا تعالوا مع بعض بقى على البوتاجاز نشوف هنحط ايه الاول ونعمل ايه. حطيت يا حبايبي البصل بتاعي على النار اهوت، حطيت شويه زيت في الصينيه بتاعتي وحطيت البصل كله. هبتدي بقى اقلب فيه لحد ما البصل كله يدبل ولونه يصفر معايا، وبعد ما البصل يدبل هحط الطماطم. هوريها لكم خطوه بخطوه ان شاء الله. حابه اقول لك لو انت عايزه تعملي الشكشوكه بسمنه اعملي، بس انا حطيت زيت لاني بحب اعملها بزيت. المرحله دي بقى يا حبايبي هبتدي احط الطماطم والبتاع الخضار بتاعي اللي هو الكزبره، وهقلبهم كويس جدا مع البصل لحد ما يتبلوا معايا. حطيت البصل، بعد ما البصل اتبل معايا حطيت الطماطم وحطيت الكزبره. هسيبهم بقى يتبلوا خالص لحد ما الحجم بتاعهم ده هيقل خالص عن كده، وبعد ما يقل هفقش البيض وهتشوفوا معايا ان شاء الله. كده يا بنات الطماطم بتاعتي مع البصل مع الخضار اتدبل خالص. لو ملاحظين الطماطم نزلت الميه بتاعتها ودبلت، والكميه خست خالص. يعني الشكشوكه دي بتحب الحاجات تبقى كتير، لان طبعا اول ما بتحط كل الكميه اذا كان بصل او طماطم الحجم بيقل خالص لما بيتبلوا. هفقش البيض بقى دلوقتي كله وهقلبه وهوريهولكم. البيض يا حبايبي وحطيت الملح طبعا والفلفل. هقلب بقى كويس جدا بحيث معلم البيض تختفي مع الطماطم. هقلب قوي قوي وبعدين اوطي عليه البوتاجاز واغطيه باي غطا، وان شاء الله لما تستوي هوريها لكم باذن الله. ورجعت لكم يا حبايبي بعد ما خلصت الغدا بتاعي. الشكشوكه قدامكم اهي بعد ما خلصت وغرفتها معاكم. عملت النهارده ايه؟ عملت الشكشوكه وعملت جبنه بيضه على طماطم على فلفل اخضر كده خرطته عليها، وبطاطس صوابع محمره. وعملت كمان بتنجان مقلي، وخرطت خيار اخضر كده زي ما انتم شايفين، وعامله خيار مخلل. وعايزه اقول لكم نصيحه، لو انتوا بتحبوا تعملوا الخيار المخلل في البيت زي كده تعملوه بحاله، لانه طبعا لما بيتخرط وتعملوه مخلل متخرط بيتهري منك مبقاش حلو. عن تجربه صدقوني انا جربت ده وده. ده كان غدا النهارده، يا رب يعجبكم. يلا قومي بقى لو انت مكسله وحيرانه كده ومش عارفه هتطبخي ايه، قومي اعملي الاكل ده. اكيد كلكم عندكم في التلاجة المكونات ديت، حاجات بسيطه جدا ومش مكلفه خالص. قومي تنشطي كده واعملي الغدا. طبعا ما فيش احسن من الاكل الشعبي بيفتح النفس طبعا. اتفضلوا معانا بقى. عايزه اقول لكم النهارده يعني انا كنت مسرعه الفيديو علشان زي ما قلت لكم ان النت اليومين دول عندي تقيل، ومرضتش اصور لكم كل الكلام ده كله علشان الفيديو يتحمل بسرعه، وقلت اكتفي بالشكشوكه. طبعا سهله وبسيطه زي ما انتم شفتم. اتمنى لو عجبكم الفيديو النهارده تدوسوا لايك وتشيروا الفيديو مع اصحابكم، ولو كنت اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي وتدعميني. واسالكم يا حبايبي ان انتوا تدعوا لي بظهر الغيب، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.